لو عندك بواقي كيك وعايزة حلا يدوب في البق، تعالي نعمل مع بعض كاسات الكيكة بطبقات الكريم شانتيه وبطريقة سهلة جدا. في البداية هنجيب بواقي الكيك ونحط عليه نص كوباية صغيرة لبن دافي ونقلبهم مع بعض، وبعد كده هنحضر طبقة الكريم شانتيه. في بولة هنحط كيس كريم شانتيه ونضيف عليه نص مج لبن بارد جدا، ونبدأ نقلب الخليط مع بعضه قبل ما نشغل المضرب. وبعدين هنشغل المضرب على أقل سرعة في البداية، وبعدين هنعلي السرعة لحد ما يكون القوام معانا بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض. بعد كده انا جبت الكاسات وبدأت احط طبقة كيكة وطبقة كريم شانتيه زي ما احنا شايفين مع بعض، ونحط طبقة الكيكة وبعد كده هنحط طبقة كيكة تانية وطبقة كريم شانتيه. ولو حابين تفصلوا بين الطبقات بطبقة فاكهة موز او فراولة زي ما تحبوا. بعد كده تاني طبقة اهي بنحطها مع بعض، طبقة الكيكة بعد ما حطينا الطبقة الاولى طبقة الكريم شانتيه. بعد كده هنحط زي ما احنا شايفين مع بعض طبقة الكريم شانتيه في الاخر. وقد هي خفيفة جدا وناكلها باردة جميلة جدا. وبعد كده انا زينتها بصوص شوكولاتة وصوص بيستاشيو، والف هنا على كل اللي يجربها، وما تنسوش اللايك والاشتراك.